يتعدى 70 سنتيمترا ووزنه 15 كيلوغراما. أما طموحه فهو دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية. نتابع. لا يكترث لهموم الدنيا ومتاعبها، شغوف بالحياة إلى أقصى حد على الرغم من قصر قامته، إذ لا يزيد طوله عن 70 سنتيمترا ووزنه عن 15 كيلوغراما. يتحمل محمد بوعزيز بمفرده عبء جميع نشاطات الحياة اليومية، حتى ولو تسببت قامته القصيرة في عرقلة حركته. أنا إنسان عادي أخويا، القضاء تعب الشبر الحمد لله، نعمة الحمد لله في الطول البصار، الحمد لله في العقل، الحمد لله ما عنديش مرض المزمن. محمد إنسان بشوش مرح وطموح، ولكنه لا يريد شيئا من هذه الحياة سوى إكمال نصف دينه. فمن هي سعيدة الحظ الذي سترضى به زوجا صالحا؟ يصر على تحقيق حلمه بعد أن بلغ 50 من عمره، رافضا أن تكون زوجته من فئة الأقزام خشية أن يرزق بأبناء قصير القامة مثله. أطلب ربي إن شاء الله نتزوج. الزواج قلت لكم نروحوا نتقابلوا، يتقبلوا ولا نقبل إن شاء الله. شو نقول لك؟ تاخذ حقها، البيت، المعيشة، الشروط نتاعها، ودي بيناتنا بيننا وبين الله. الحمد لله، واش تزيد فقط؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. صاحب همة وشخصية حديدية لا تهزها نظرة الغير إليها، متفائل متأمل في الحياة، يتميز بثقة عالية في قدرته على تحقيق أمور يعجز أحيانا حتى أصحاب القامات الطويلة عن تحقيقها. رفيق بخوش، MBC، مدينة القل، شرق الجزائر.